رسالة من الأخوات قالت رفضت الزواج، يعني واحد كانت مزوجة وعندها أولاد وقرر زوجها أن يتزوج. المهم الأخت قالت يعني ركبت راسي وصممت أنه عندي أولاد، ما بلا راحت بيتهم حنقت لها فترة وصممت ما بلا الرجال يراجع بعد ما تزوج وجاء وندي البيت وعمل. قالت لا يمكن أبدا، خلاص كل واحد الله يفتح عليه. قال حاولنا معها، قالت حاولوا معي كثيرا، نصحيني كثير من الأخوات ارجعي البيت، الرجال عيالش يضيعوا. لا، قالت ركبت راسي وصممت على رأيي وطلق الرجال. قالوا بعد ما كم طلق تفلتني والجهال وتحولت إلى خادمة بيت إخوتي. قالت كنت أتمنى أن لا أصل لهذا الموصل، فقررت أبحث لي على عمل، أدور لي عمل أطلب الله، وأخذ العمل مني وقتي كله من 6 صباحا إلى الساعة 10 أو 11 بالليل وعيالي ضايعين. ليش؟ قالت أني قالت ورفضت حتى الزواج ممن تقدم لي. واحد قالت أعرف أنه لن يتقدم لي أحد بعدها إلا ما كان معدد لي مزوج، ما حد عايز يدور واحد عزب عنده أولاد. قالت لما عايز إلا المعددين. قالت فرفضت فندمت، وما ندمت على شيء بحياتي مثل ندمي على التسرع بطلب الطلاق، وكان بإمكاني أن أظل مع زوجي معززة محترمة مكرمة وأكل لقمة وانتبه على عيالي. لكن أحيانا أنا قلت لكم